هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ انا بكلمكم من المراية دلوقتي. هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وحلوين. وانا مير النهاردة فيديو جديد. عايزة اقولكم انه انا نفسي اصور فيديوز بقى دلوقتي فيها معلومات عامة وحاجات اسطورية، بس to be honest انا مش قادرة، لانه انا اليومين دول احنا داخلين على الجامعة، وبصراحة انا متوترة جدا. يعني انا حاسة ان انا اول مرة اروح الجامعة، وحاسة ان انا قاعدة من كتر التوتر قاعدة برتب كل حاجة بالظبط، وقاعدة ارتب في كل حاجة عشان عايزة كل حاجة تكون بيرفكت. بجد حاسة إن أنا ناسية كل حاجة وناسية الجامعة وخايفة من كل حاجة، فمش قادرة حتى اصور اي كونتنت. فانا هحاول ان انا بس اكون احسن شوية في ان انا اصور فيديو طبيعي وهادي كده، وبعدين ما يبقى الموضوع احسن بقى اقدر ان انا اصور ان شاء الله فيديوز وكده. فدلوقتي هاخدكم فيديو معايا كده فلوج، هنرتب على قد ما نقدر حاجات الجامعة والحاجات اللي انا عملتها وكده، ونشوف انتوا كمان ممكن لو انتوا داخلين على مدرسة او على الجامعة نعمل ايه مع بعض عشان الحياة تكون لطيفة وكويسة، ازاي نحسن من حالتنا المزاجية. يلا بينا. قبل ما نبتدي متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. دلوقتي هبتدي بأول حاجة بالكراسات والكشكولات والحاجات دي. الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لي، وبحب جدا السكول سبلايرز عامة. أول حاجة عايزة أوريكم الكشكول بتاع السنة اللي فاتت بتاع بيزك. هو ده كان من منترا، وكان في 12 subjects، فانا محتفظه بيه لان هو كبير قوي. وبعدين انا كتبت فيه وعملت فيه ابداعات كتيره، كان فيه بقى physics 1 وكل mechanics 1 كل حاجه. فده بتاع السنه اللي فاتت. السنه دي ماما جابتهولي اهو. تدا، بصراحه هو تحفه. هو مش من منترا، هو من براند اسمها الديب اي جس، او مش عارفه الصراحه، الأديب I guess الأديب. بس هي الكواليتي نايس جدا، شكله تحفة، ومن جوه كمان. بس هو اصغر من ده، يعني مفيش اصلا. انا ما لقيتش موضوع ال 12 سابجكت ده، ما لقيتوش غير في البتاع ده بس. يعني بعد كده قعدت ادور ما لقيتوش، فهو نادر بصراحة. ده والله انا مش عارفه هو كام واحد، هو متقسم كام مره. وريني كده 1 2 3 4 5 6، لا او سبعة. 1 2 3 7. فبس يعني تمام. ممكن ازود معاه كراسات تانية، لانه غالبا هو مش بسبعة مش هيكفي المواد كلها، بس ممكن احط فيه مثلا حاجات وحاجات تانية تبقى في كراسات تانية. دي كنت بستخدمها السنة اللي فاتت في البرسبكتيف. يس، في البرسبكتيف. فبصوا اصلا من جوه الكتابة بتاعتها او سوري الورق بتاعها مربعات، وبصراحة بتخلي الخط تحفة. يعني لما كنت بكتب بيها كان بيبان خطي حلو، يعني خطي مش احسن حاجة. كلها مذاكرة فيزيكس، سوري برسبكتيف مش فيزيكس. تحفة. هو الفيديو ده يعتبر بوريكم فيه حاجة من اكتر الحاجات اللي بحبها في حياتي، وهي الادوات المدرسية والمكتبية والحاجات دي انا بحبها جدا. فانا دايما بشتري حاجه جديده منهم، والحاجات القديمه كمان بحافظ عليها. فدلوقتي هنتكلم عن الهايلايترز، وهقول لكم عن الهايلايترز اللي انا بستخدمها. يس، عشان زي ما قلت لكم انا مش قادره اعمل حاجه اليومين دول غير اني ارتب كل حاجه ليها علاقه بالدراسه، فانا هفضل ارتب كده. يعني انا مش هعمل حاجه تانية، مش قادره بجد. يلا بينا. دول اغلب الهايلايترز اللي عندي. انا عندي كمان بس هما ممكن يكونوا في مقالب معينه او كده. فاول حاجه العلبتين دول، دي علبه من M&G. دي مش الوان نيون، الوان باستيل حلوه، بس يعني بصراحه لو هتجيبوا هايلايترز انصحكم تجيبوا من النيون احسن، لانه انتوا هي فقدت اهميه الهايلايتر. يعني اهميه الهايلايتر ان هو بينور، فدول مش بينوروا. هما اوكي الوان حلوه وكل حاجه، بس مش بينوروا. يعني لو هتجيبوا 1 هايلايتر 2 هايلايترز هاتوهم نيون احسن. لكن لو انتوا بتحبوا تجمعوهم شبهي كده يعني فماشي. دول برضو زيهم، بس دول ماما كانت جايبهم لي من السعوديه. دول برضو باستيل او باستل. ده بقى من اسمها ايه، ستابلو نيون. طبعا ده تحفه، وكنت بستخدمه السنه اللي فاتت. اللي على شكل معجون اسنان ده بيبقى رهيب عامه، جامد جدا. البتاعه دي بقى فيها عدد كبير شويه، بس خليني احكي لكم عنهم. ده اول هايلايتر اشتريته في حياتي، كنت جايباه من اولى اعدادي، ويس لسه موجود معايا لحد دلوقتي من براند اسمها سيناتور. اوكي الهايلايتر حلو اوكي، بس هو فيه مشكله بسيطه جدا، ان هو اول ما بتهايلايت بيه بيكون شغال ولونه حلو وكل حاجه، بعد شويه اللون بيخف. فدي مش حاجه حلوه فيه. في المقابل هو بيقعد كتير جدا، تقريبا ما بيخلصش. يعني هو لحد دلوقتي لسه شغال، بس زي ما قلت لكم مشكلته ان اللون بيبهت بعد ما بتكتبه بشويه، فدي حاجه مش كويسه.
تمام. بعد كده في ستيدلر، من اكتر البراندز المعروفه بالهايلايتر بتاعها، يا رب يكون باين يعني. فجبت البيزك كالر منهم ده عشان اجربه، وكان حلو بصراحه يعني. لو انتوا عايزين تجيبوا هايلايتر واحد فستيدلر حلو بصراحه، تحفه. كمان واحد من ستابلو، ده اسطوري، مش تحفه، ده اسطوري. يعني لو هنصحكم بهايلايتر واحد هيكون ده، اللي على شكل توث بيست ده، واللون النيون ده بالذات رهيب، بينور في الضلمه تقريبا، اسطوري فظيع، بينور جدا واللون بتاعه بيفضل موجود. كمان من ستابلو اللون الاورنج ده، بس ده الاوريجينال برضو تحفه. الالوان بتاع ستابلو 10 out of 10. من M&G اعتقد، يس من M&G ده كنت جايبه منه لون تاني بس مش عارفه راح فين، اعتقد لونين كمان برضو حلو. لو انتوا عاوزين، اعتقد M&G ماركه مصريه، فلو عايزين ماركه مصريه M&G is going on، تحفه. دول بقى التلاتة فابريكاسل. خلينا نتكلم نايس. دول من فابريكاسل، هم حلوين كويسين، بس مش ناعمين قوي على الورقه يعني هم حلوين وبيفضلوا عايزين وكل حاجه، بس هم ساعات بتحس ان هم غشيمين كده او خشنين على الورقه، يعني بس هم فابريكاسل حلوين عشان فابريكاسل يعني. ده برضو فابريكاسل من اللي فيهم جلاتر، ده يعني بتجيبوه لو انتوا برضو بتجمعوا، لكن هو ما يعني ملوش لازمه قوي يعني. بصوا مش عارفه، هو الشيء ده، فهو مش احسن حاجه في الحياه يعني، فهو تمام لو انتوا بتجمعوا اوكي. دي اغلب الهايلايترز اللي انا هاخده معايا السنه دي في المقلمه. هاخد جاست واحد هايلايتر لاول اسبوع، انا اصلا كنت اخده ده، فممكن اخد ده عشان يعني كحاجه بيزك كده اخدها معايا، ومش عايزه، مش هحتاج كل الهايلايترز دي في اول اسبوع خالص يعني، فهاخد واحد بس في الشنطه عشان احتياطي فهنكيب this وهنعين دول كلهم تاني. طيب دلوقتي هوريكم الالوان الجاف اللي انا كنت بستخدمها السنه اللي فاتت، مش اللي جبتها السنه دي. السنه دي جبت الوان تانية، بس دي لسه شغاله يعني، لسه حرفيا كانها جديده. دي نوع اسمه فاين لاينر. لو عارفين الوان الفاين لاينر، هي بتكون زي الفلوماستر بس رفيعه قوي 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 قوي، فبتعمل معامله القلم الجاف. فهي دي يعني فكرتها، بتكون كتابتها مش زي القلم الجاف، بتكون كتابتها ناعمه جدا وجميله قوي بصراحه. فدول 12 لون من فاين لاينر. كان كمان عندي منهم ستيدلر تحفه، كان عندي 36 لون من ستيدلر بس خلصوا يعني كلهم. فدي كانت دي من ماركه انا حقيقي مش عارفه ايه هي، بس هي حلوه قوي تمام. فهستخدمها لان هي لسه جديده اصلا، ما استخدمتهاش كتير لاني كنت مش عارفه كنت ايه، بس كنتش بكتب بالوان قوي. دي بقى المقلمه اللي انا كنت اخر حاجه كنت مستخدمها السنه اللي فاتت من جلوسي بيرد. السنه دي هي دي محتاجه تتغسل بس. السنه دي هستخدم مقلمه تانية كده هوريها لكم برضو. وبعدين انا بغير مقالم كتير يعني، مثلا ممكن اكون بغير المقلمه كل اسبوع، فدي مثلا اخر حاجه كنت واصله لها، لكن انا بحب اغير المقالم بصراحه قوي. يس خلينا نشوف ايه اللي جوه. والله يعني كانت حاجه من السنه اللي فاتت. اول حاجه اللعبه دي حقيقه مخيل لعبها في اخر السنه. لعبه حلوه تحفه، من اللي هي من قول امين، بس هي فيها مشكله صغنطوطه ان انت لو لعبتها مره غالبا هتحفظ الاسئله، فهي بتتلعب مره واحده بس. فانا بقيت لما مثلا اقول لهم معايا لعبه، بس انا مش عارفه العبها معاكم عشان انا هكون غشاشه ان انا فاكره الاجابات، فاهمين؟ فهي زي عارفين شبه اللبان كده، بتطلعوها وتلعبوا بيها مره. اللي بعده في منهم انواع كتير تانية، بس انا ما جربتش الصراحه الا اللي هي حقيقه وخيال دي. القلم اللي هو ما بيخلصش ده اختراع مش لطيف اطلاقا، لا انصح اي حد يجيبه بصراحه يعني. انا او ممكن لانه ده الصراحه نوع يعني كان مش غالي، بس ما اعرفش هل في فرق ولا لا، بس هو anyways في جميع الاحوال مش حلو يعني. ليه ما اجيب قلم ويخلص بس يكتب عدل؟ دي انا بحبها، دي توكه انا بلبسها كده. الله ايه ده شكلها حلو قوي، ممكن البسها كده. هنا بقى في شويه الوان خليني اتكلم عنهم. ده قلم من فاروس خدته، شكرا يا فاروس، اديتهوني بعد ما يعني قطعت نفسي في بروجكت كيمستري عشان في الاخر قلم برتقاني يعني، حتى كلمه فاروس اتمسحت. شكرا.
الحمد لله. خليني احكي لكم. ده قلم رصاص فابر كاسل، ماشي. 6B ده كنت جايباه عشان اتقل بيه، عشان ما فيش مش مهندس كده يجي يعدي يصحح لي يقول لي مع ان انا كده كده اصلا خطي تقيل، يعني بضغط على القلم جامد، بس قلت ده يعني ايه عشان يجيب من الاخر 6B بقى، عشان محدش يجي يقول لي لاين ويت وحش او الويت لاين، مش عارفه، اعتقد لاين ويت، اللاين ويت وحش. انا كده كده كنت لازم انقص درجه لاين ويت، والله مأساة. ليه كنت بنقص درجه لاين ويت؟ اللاين ويت بتاعي وحش قوي كده. المهم ده قلم من بريما، يعني قلم كل البني ادمين عارفينه، هو تحفه. وعلى فكره الالوان اللي انا اشتريتها السنه دي من بريما برضو شبه دي يعني. قلم جاف من بريما برضو، بس ده مش احسن حاجه بصراحه يا جماعه، مش عارفه ليه، بس هو ما بحبوش، يعني بحسه تقيل على قلبي، وبعدين بيخلصش كده وبعدين بيغلس. يعني بصوا مش عارفه اقول لكم هو بيغلس ازاي، بس هو مش حلو، ماشي. هو لونه يعني، هو عارفين الاقلام اللي هي حالفه ما هتخلص، بس في المقابل بتكون وحشه جدا. دول بقى اقلام من ماركه اسمها بانسان. بصوا هما طبعا اتدمروا شويه، بس يعني دي كانت الوان جاف تحفه، ماشي. دي الوان حلوه قوي 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 بجد، خطها جميل وكل حاجه بيرفكت وكل حاجه زي الفل. ده بقى احسن قلم سنون انا جبته في حياتي. بصوا يا جماعه السن بتاعه مش عارفه باين ولا لا، بس هو عريض، هو سنه يعني عريض. بصوا هو اتمنى انه يكون واضح، والله ماشي. هو سنه عريض جدا، يعني يعني هو مش بس تخين، لا هو مسطح متوازي مستطيلات. وخطه تحفه. كنت شاريه من زمان قوي ومش لاقيه السنون تاني، فلو في مكتبه عندها السنون دي يا ريت تقولي، لان انا رحت سمير وعلي، رحت شفت في كل المكتبات الاونلاين، رحت عندنا هنا في مكاتب كبيره في طنطا، ما لقيتش السنون. مش عارفه الصراحه ماركته ايه، بس غالبا بريما برضو. ده قلم سنون جيدو، يعني اسمه جيدو. بصوا هو القلم حلو الصراحه، يعني انتوا عايزين قلم سنون اللي هو كده ده هاتوه. حاجه تانية عشان انا عاشقه الاقلام، وده قلم سنون 2B. 2B ده الطبيعي بالنسبه لي، انا بحب اكتب 2B. وده قلم سنون تاني من جيدو، ده 0.9 والتاني كان 0.5 بس كان بايظ بصراحه فمكنتش بكتب بيه. وده قلم سنون من روترينج 0.5، وده قلم سنون من روترينج تاني ده 0.7. طبعا انتوا يعني مستغربين من كميه الاقلام السنون الرصاص اللي عندي. ده قلم رصاص فابر كاسل درجته B، ودي استيكه فابر كاسل بس وقع. وده قلم بريما تاني. كل الحاجات دي انا محتاجه اظبطها كده. المقلمه دي خلصت، هتتغسل بقى لان هي مش نظيفه. اوكي الحاجات دي بقى هعينها. بعد كده الشنطه بتتغسل. يعني انا الشنطه بتاعتي كانت جين سبورت لونها بيربل، وهي الصراحه 10 out of 10 ما فيهاش غلطه، وهي لسه زي الفل، فانا اغسلها واستخدمها تاني. ممكن بعدين في النص كده اشتري شنطه جديده جين سبورت، بس يعني ما بنقولش دلوقتي كده، بنقولها لما مثلا يكون في فرصه يعني اسمها ايه، نستحوذها، يعني نستغلها فرصه، نستغلها ونشتري شنطه جديده جين سبورت. يعني مثلا عيد ميلادي، عيد نجاحي، عيد اي حاجه في الدنيا كده نجيب شنطه جديده. واصلا عندي شنطه جين سبورت ثانيه بس انا مش لاقيها والله العظيم، يعني انا دورت عليها في كل حته، في البتاع اللي انا بخاف منه ده المواصلات. اوكي انا بخاف منه يعني، بس دخلت وما لقيتهوش برضو. تعالوا بقى نشوف بقيه الادوات المدرسيه. رحنا الدرج ده فيه ادوات مدرسيه كتير قوي، وعايزه اقول لكم على الثلاث مقالم اللي انا محتاره بينهم اروح بيهم اول يوم يعني، او اول ويك 1، عشان انا بروح وبرجع بالويك يعني ماشي. اول مقلمه هي دي عليها فروزن وبحبها جدا من ديزني،
بحبها جدا والكواليتي بتاعتها اسطوريه. كنت بروح بيها بس هي دلوقتي في حاله جيده. تاني واحده هي دي برضو من ديزني، عليها حاجه دي اسمها إلينا اعتقد. استنوا كده، يس إلينا. واعتقد ان انا شفت الفيلم بس انا مش عارفه عن زهايمر ولا ايه. تالت واحده بقى هي دي بعشقها عشان انا بحب اليونيكورن، وهي فيها برضو سوستتين فحلوه. بيكون في واحده منهم غالبا للكالكليتر يعني. فانا محتاره بين التلاته لسه ما اخترتش بصراحه. دي ما روحتش بيها كتير قوي السنه اللي فاتت، دي روحت بيها كتير ودي روحت بيها برضو. دي ما روحتش بيها كتير خالص، فممكن اغير واروح بدي، مش عارفه. ماشي، فلو عندكم اي اقتراحات، ولو مستغربين ان انا بروح الجامعه بمقلمه فلا ما تستغربوش. انا كده، انا بروح بمقالم وبعرايس وبلعب وبحاجات كتير قوي محدش بيروح بيها يعني. بس استحملوا. تعالي بقى نشوف بقيه السكول سبلايز. موتشي الكيوت نايم، الشقي ده نايم. هاي موتشي. الله، ايه ده؟ انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده اللي؟ طب خد عضني طيب عضني. مش عايز يعضني، ما بيرضاش يعضني من كتر ما هو كيوت. بقى بصوا يا جماعه، دلوقتي عندنا الثلاث شنط دول فيهم كل سكول سبلايز بتاعتنا، يعني احنا جبناهم بعد كده جمعناهم في الشنط دي. فانا هنستكشفهم دلوقتي مع بعض عشان انا قاعده مش ورايا اي حاجه غير ان انا بفكر في هاخد ايه معايا وهظبط الدنيا ازاي، فما قداميش غير كده. هاي اجين، يلا بينا دلوقتي نستكشف الحقائب. هنبتدي باول واحده وهي دي. يا رب يكون فيها حاجتنا عشان انا اصلا ناسيه والله. يس، خلينا نبتدي. اول حاجه دي اللانش بوكس بتاعت رقيه اختي، فهي جابت اللانش بوكس دي من ام ديزاين، وانا جبت لانش بوكس تانية. واحنا دايما بنجيب، احنا شاطرين قوي في اختيار اللانش بوكس يا جماعه. فاحنا بنشوف بقى دلوقتي مين اختار لانش بوكس احلى. فهي جابت من ام ديزاين وجابتها تحفه بصراحه، يعني اللانش بوكس دي اسطوريه. بعد كده يس، دي بقى اللانش بوكس بتاعت اختي لين بيبي. فاللانش بوكس دي برضو اسطوريه، بس بتتفتح وبعدين بتكون مقفوله من ناحيتين، وبعد كده بنفتحها من هنا فيكون فيها حاجات، وبعد كده بتتفتح من هنا عشان نحط التوست او الساندوتشز بتاعتنا، وفيها برضو شوكه ومعلقه وحاجات كده. ف ممكن افتح لكم بتاع رقيه برضو، انتوا تستاهلوا والله، محترمين تستاهلوا. فده اللانش بوكس بتاع بيبي، بوكس بتاع رقيه دلوقتي. وانتوا اكتبوا لي في الكومنتس مين احلى لانش بوكس، كل واحد اختار لانش بوكس بنفسه، وانتوا قولوا لي مين احلى لانش بوكس. انا اتقبل الاراء عشان كده كده انا يعني لو عجبني لانش بوكس قوي هسرقه منهم وهديهم بتاعي. تعبت رقيه. بصوا اتفتح من الاربع ناحيات، النواحي. اوكي، وبعدين بيكون فيها دول، وبعدين بيكون فيها دي. واللي يميزها بصراحه الكواليتي، 10 out of 10، كواليتي حلوه جدا. وكمان حجمها اسطوري. في احجام اصغر يعني، دي اكبر اعتقد، دي اكبر واحده، مش عارفه في اكبر ولا لا، بس دي اكبر واحده وفي احجام اصغر. تمام. اوكي، دول بقى الكراسات. دي كراسات ماما شاريها لنا، بس يعني انا زي ما قلت لكم اكبر بستخدم الكراسات اللي هي العملاقه دي، وبعدها بكمل بالكراسات الصغنطوطه. فدي الكورسات اللي ممكن اكمل بيها، بس دول قصيرين. انا بصراحه بفضل الكورسات الطويله فهوريها لكم برضو. دول لرقيه وبيبي، او لرقيه عشان رقيه بتروح بتستخدمهم في الدروس. دي اقلام من بريما، ده شكلها من احسن الاقلام بصراحه، اللي هي بتكون من سنها كده فوق بيبقى نحاس او كده، دي بتكون حلوه وبخطها مظبوط بالنسبه لي. خطها تخين اعتقد، يس اعتقد دي خطها تخين، مش اللي هو 0.7، لا هي اتخن، اللي هي 1 ملم اعتقد. يس، ودي الالوان اللي انا اشتريتها السنه دي، الوان بريما، كل الناس بتجيبها تقريبا، بس هي بصراحه يعني محترمه، فلازم نقدر الحاجات المحترمه.
يعني هي يعني مش واو بس اوكي نايس، فاهمين؟ بعد كده الاقلام دي من شركه دالي، جبت منهم 5. دي قلم جاف، ما جربتهمش قبل كده بس قلت اجربهم، يعني حسيت الكواليتي بتاعتهم حلوه فقلت اجربهم، هقول لكم ان شاء الله لو حلوين او لا. وكمان بيبي او لين، سوري هي لين بنقول لها بيبي، اوكي. فبيبي جابت الاستيكات دي عليهم حاجات شكلهم كيوت، ودي برايات من اللي هي اتعملت سنة 1999 او 1899 عشان من 1900 دول قريبة، يعني اللي هي البرايات اللي هي يعني مفيش بيزك اكتر من كده، مفيش قبل كده كانوا بيستخدموا السكينة في البري قبل الاختراع ده، مفيش اقدم من كده بجد. فقلنا ايه يعني نعيد الذكريات ونجيب الاقلام العسل، برايات العسل دي. رقية جابت الاقلام دي اللي هي الجلاتر دي، انا طبعا اشتريتهم ويعني لما يعني اشتريتهم كتير قوي، بشتريهم كتير يعني. وايت بورد لونه اسود، دي استيكه كبيره قوي، رقية اللي جابتها عليها على شكل شوكليت، يس فكده يس. وبعدين دي انا اللي اخترتها، دي استيكات من شركه دالي، 4 مع بعض برضو يعتبروا كبار يعني فيهم الوان وكده. بصراحه دول تحمست ان انا اجربهم، مع العلم ان انا اصلا مش بستخدم الاستيكه كتير، يعني انا اصلا وده بقى فايل فيه كراسات رسم، يعني هما اشتروا الفايل وحطوا جواه ايه كراسات رسم وحاجات كده، مش مهم يعني فيها كراسات رسم كبيره وده الفايل اللي هو عليه دي اسمها كرومي، اي جس كرومي حاجه كده، اللي هي الشخصيه الشريره في كاتي او كيتي. انا عمري ما اتفرجت على فيلم كيتي ده، انتوا عارفين كده. او في كمان حاجه ستيكي نوتس، دي جايبينها فيها الوان، والهايلايتر ده رقية جايباه. بس نرجع بقى الحاجات عشان نطلع الشنطه اللي بعدها. دي تاني شنطه معانا فيها ادوات مدرسيه. فيرست في الازازتين دول، واحده لرقية وواحده لبيبي. انا جبتش ازازه جديده بشكل عملي بصراحه، فمش عارفه ما لقيتش حاجه مميزه غير الستانلي كاب، وانا جبت ستانلي او اختي جابت ستانلي كاب، رقية جابت ستانلي كاب وانا بستخدمها معاها بصراحه، فما لقيتش حاجه مميزه في ازاز الميه، ودي حاجه ضايقتني جدا بجد. بس ما لقيتش ازاز حلوه يا جماعه، ما لقيتش. رقية ولين جابوا دول شكلهم كيوت، معمولين بالاي اي تقريبا. اي اي بقى خلانا ايه نعمل حاجه كده، واحنا بعد كده انا اللي هعمل الاي اي ده ان شاء الله. stay tuned عشان انا اللي هعمل الاي اي، انا اللي هعمل الاي اي، انتوا متخيلين ايه اللي بقوله؟ إيه الشنطه دي فيها كراسات، فانا يعني الموضوع ممل جدا، انا بس هوريكم شكل الكراسات ماشي. دي الكراسات جايه متجلده دايركت، يعني ايه يعني هي الجلد بتاعها مثلا هنا اصفر، فخلاص دي متجلده اصفر، فمش هيحتاجوا ان هم يجلدوها. دول الكراسات اللي بيروحوا بقى المدرسه يعني، تمام. فمثلا دي اصفر خلاص هي مش محتاجه تتجلد، هي لونها اصفر. نفس الكلام مع بقيه الالوان، فكل الالوان هنا موجوده، وعربي وانجليش ورياضه وكل الحاجات دي يعني. وبعدين رقية ولين جابوا علبتين الوان خشب. ايه تاني وبس. وفينا ستيكرز، فايل تاني، فايل برضو جواه ستيكرز لرقية ولين، يعني الشنطه دي مش ليا قوي يعني. في حاجات على فكره جبناها بس هما استخدموها، فانا مش عارفه هي موجوده ولا لا. يعني مثلا في كوريكتور بس انا مش عارفه هو فين دلوقتي، اعتقد رقية اخدتهم عشان كانت محتاجاه في الدرس كده يعني. فايه بس دي اغلب الحاجات المهمه، انا بحاول اوريها لكم عشان انا بحب الادوات المدرسيه جدا يا جماعه جدا بجد، عندي حاله نفسيه. دي الشنطه رقم 3، افتحها. هو انا اهو ده اللانش بوكس بتاعي، تدا، من شركة بنانا. ماما جت ماما جت ماما جت تعال شوفوا الثانية. اوكي دلوقتي رقية جت تتصور معايا، قلت تتصور معايا فسي هاي. هاي.
اوكي دلوقتي انا بقول لهم مين احسن لانش بوكس فينا احنا التلاتة، وانا وريتهم بتاعي بتاعك وبتاع لين. فدلوقتي ده بتاعي، ده من بنانا. ماشي، هو بجد شبه بتاعي بتاع السنة اللي فاتت اوي، يعني قريب، هو نفس اللون. هنا في دي بتتحرك يمين او شمال، اوكي، يعني هي متفص، يعني هي كده، فاهمين؟ عشان ما نزهقش. وفيهم شوكة ومعلقة وسكينة، بصراحة تحفين. الشوكة والمعلقة والسكينة حلوين قوي، وكل واحدة لوحدها يعني. والبتاعة دي بتتحرك يمين وشمال. بجد احنا جبنا لانش بوكسات شبه بتاعة السنة اللي فاتت، كل واحد فينا يعني. رقية جابت شبه بتاع السنة اللي فاتت بتاعها، ولين جابت شبه بتاع السنة اللي فاتت بتاعها، وانا جبت شبه بس يعني فيهم ابديت، في ابديت في الموضوع، في حاجة كويسة الحمد لله. انا بقى ايه، مين اللانش بوكس الاحلى؟ ده بتاعي، ووريكم بتاع رقية وبتاع بيبي. دلوقتي نشوف في ايه تاني. في الكراسات الكبيرة الطويلة، استنوا بحاول اوريكم. ماشي، الكراسات دي بسلك وطويلة، دي اللي انا بحبها لو مش هستخدم الكراسة اللي هي اللي عليها بطيخة اللي ماما جابتها لي، فهستخدمها. ولو بقى حاجات محتاجة كراسات هستخدم من دول، او في كراسات بقى تانية بيكونوا طوال برضو بس مش فيهم سلك، دول بقى بحبهم اكتر واكتر يعني، فحاجة من دول يعني هستخدمها. كمان في جلو، ده رقية اللي جايباه. بس وانا جبت فايل من اللي هو بتاع الناس الكبار ده، مش عارفه ليه يعني، ليه ما جبتش فايل زي بتاعهم، بس قلت احتمال احس ان انا انسانه. دي اغلب الحاجات. هحتاج ان انا بقى ايه اجمعهم على بعض كده عشان الشنطه، بس الشنطه لسه في الغسيل، هي ان شاء الله بتتنشر دلوقتي او حاجه كده. ف هنشوف وهنحط بقى، نختار المقلمه نحط جواها الحاجات، نحط بقى كل الحاجات كده. واكيد في حاجات غير سكول سبلايرز، اللبس والحاجات التانية كده. صح يا حاجة؟ انت عاوز تتكلمي صح؟ هو المايك معايا، فانا ممكن تمسكي المايك مني. ازيكم يا جماعة عاملين ابعدي شوية ايه؟ من بقك، ازيكم يا جماعة عاملين قربي ايه؟ شوية من بقك. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا رقية، اخت نور. عارفة انك مشهورة كتير، انا مشهورة قوي. وانا مشهورة. انا مرة جبت سيرتك في برزنتيشن، مرة جبت سيرة رقية في برزنتيشن السبيتش بتاعت الكريتيك الكوميونيكيشن، وحكيت قصتها هي وبيبي. فانتي مشهورة دلوقتي، انتي لو روحتي الجامعة كلهم هيسلموا عليكي ويصوروا بقى كده. اصلا كل سكول سبلايرز. وهنشوف بقى، استنوا معانا هنشوف ممكن نعمل ايه تاني. بس كده ممكن نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وانا بجهز او مش بجهز، وانا برتب الى حد ما الادوات المدرسيه عشان نعرف ايه اللي هنحطه كده. وان شاء الله لو جمعت الشنطه على بعض هصور لكم بقى فلوج وانا مجمعه الشنطه مع بعض وجهزت خلاص كل الشنط وكده. وبس كده نكون خلصنا الفيديو انا ورقية. سبسكرايب. اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك، واكتبوا في الكومنتس مين اللانش بوكس اللي انتوا ممكن تشتروه فينا احنا التلاتة. يعني مثلا لو انتوا مكاننا هتختاروا انه اللانش بوكس من التلاتة دول. وسبسكرايب ولايك وشير، معرفش شير لمين بس تصرفوا يعني. يلا باي.